هو ربنا خلاني سبب ان هو يبعت لك رزقك في المكان ده، لكن انا اصلا مشيت منه. اي حد بيبقى عنده مشكله الكلمه اللي دايما بنقولها له: ما تخافش، ربنا موجود وربنا هيحلها. انا هحكي لكم موقف صغير هو مش خاص بيا، وانا استأذنت كل الاطراف علشان احكيه. شهر 8 اللي فات كنت استلمت شغلي في مكان جديد، وبعد كده قابلتني مهندسة هناك جاية استشاري هندسي عشان المدرسة دخلت صيانة، ورحبت بيها جدا اكيد لان فخر رهيب ان انا يكون عندي طالبه بقت مهندسه وجايه في بوزيشن زي ده. المهم بعدها بيومين كلمتني قالت لي لو في حد محتاج شغل كمهندس عشان المكتب عندنا طلب ناس. وقتها انا ما كانش في دماغي حد معين، لكن بدات ان انا اسال وابعت لها اكتر من CV في اليوم، وبعدها فعلا في حد اتقبل. لحد هنا القصه تبان عاديه جدا، لكن اللي عرفته بعد كده من الشخص ده من مامته واخته ان هو كان اصلا لسه سايب الشغل بمشكله، وهو عنده اسره وطفل ومحتاج شغل جدا في اسرع وقت، لكن ربنا بعت له الشغل ده في الوقت اللي هو محتاجه جدا. وعايزه اقول لكم ان انا بمجرد ما هو استلم الشغل انا كان طلع لي قرار انتداب وسبت الشغل في المكان ده، لدرجه انا قلت له تقريبا هو ربنا خلاني سبب ان هو يبعت لك رزقك في المكان ده، لكن انا اصلا مشيت منه.